المشاهدين نديرو تتمة ديال الفيديوهات السابقة ديال الوطني بالنسبة للثانية باك رياضيات التوا اللوغاريتمية. كنا بقينا في الثانية الكبيرة جيم باش غادي نحددو الإشارة ديال اف دو اكس ناقص اكس واش أصغر قطعا أصغر أو تساوي من الصفر، وذلك انطلاقا من الاستنتاجات والكالكول اللي درنا في الأسئلة الأولين وجاوبنا عليهم انطلاقا من تما البرهانة اللي بداو نجبدو المعلومات من تما. دونك على المجال عندنا جي دو اكس أصغر من الصفر، على المجال واحد ألفا، واحد مفتوح وألفا مفتوح. يعني إلا لاحظتو هاد الواحد وألفا هما دوك النقطتين انقطاع ديال سي دو جي مع محور الأفاصيل اللي هو اكس. دونك جي دو اكس أصغر قطعا من الصفر بالنسبة. إلا درنا الصورة د واحد تتعطينا زيرو والصورة د ألفا تا هي تتعطينا زيرو. يعني بصفة عامة شنو تنقولو بأن جي دو اكس أصغر أو تساوي من الصفر على هاد المجال واحد ألفا مغلوق ماشي مفتوح. دونك جي دو اكس أصغر أو تساوي من الصفر على هاد المجال، هذا الاستنتاج الأول. هذا ندوزو الاستنتاج الثاني. دونك على المجال واحد ألفا هذا اللي استنتجنا جي دو اكس أصغر أو تساوي من الصفر، شنو لقينا عاوتاني بأن اف دو اكس الدالة الأولى اللي كنا تنحسبو بأن داك الواحد المجال محصور ما بين الدالة اف دو اكس وصفر. دونك حسب جدول التغيرات اللي درنا قبل اف على المجال واحد او والمجال واحد ألفا، شنو اكتشفنا بأن واحد ألفا ضمن، يعني ضمن تتسمى دابري لوجيك ماتيماتيك ضمن المجال واحد او. دونك واحد ألفا مغلوق ضمن واحد او مفتوح ديال المجال. دونك اوتوماتيكمون انطلاقا من هاد الشيء، من هاد المعلومات هادو تنستنتجو بأن اف دو اكس ناقص اكس اللي ساوات لنا اللي بينا قبيله في الكالكول بأن كاملة أصغر أو تساوي من الصفر، يعني سالب. وبالتالي تنستنتجو بأن هاد اف دو اكس ناقص اكس دابري تي دو اف لأنها سالبة أصغر أو تساوي قطعا من الصفر. والسؤال الآخر اللي هو غادي نشوفو فيه الميبيان. انطلاقا من هاد المعلومات كاملين اللي كنا تنقولو غادي نرسمو الميبيان. بعدا باش نسنتجو بدا الميبيان إلا بغيتي تجي تسهل على راسك انطلاقا من نقاط أخرين باش دير الميبيان انطلاقا من الدالة، تترجع للدالة اف دو اكس كيما تشوفو داير باللون الخضر اللي هو الميبيان ديال الدالة اف دو اكس. شنو إلا بغيتي تزيد تساعد راسك انطلاقا من غير هاد المعلومات اللي درناهم في الكالكول، تجي في الأول تدير الصور اللي كاينين في مجال التعريف ديال الدالة، تاخد بزاف الصور ديال النقاط من مجال التعريف الدالة وتديرو لهم الصور ديالهم. أي نقطة خديتيها تدير لها الصورة ديالها، أي نقطة تاخدو هاد 5 ولا 6 النقط وتدير لهم الصورة ديالهم انطلاقا من اف دو اكس. هما اللي تيعطيوك فين كيفاش غادي يكون الشكل ديال الميبيان. تبقى تحدد بالنقط وملي تتلاقي ما بين النقط تتعرف بأن الدالة كيفاش دايرة ديال الدالة اف دو اكس. عاد تنباسيو مثلا لي ليميت اللي كنا تنحسبوهم باش نعرفو التأويلات الهندسية. والتأويلات الهندسية اللي درنا قبيلة هما اللي رسموهم هنا كيما تشوفو معنا المستقيم دالتا هو تيمر من أصل المعلم، عبارة عن دالة خطية تيمر من أصل المعلم اللي هو دلتا تساوي إكس تساوي المعادلة ديالو إيكغيك تساوي إكس، تيمر من أصل المعلم وتيتقاطع حتى مع الدالة ديالنا اللي هي سي دو إف اللي قلنا كيفاش إلا بغينا نزيدو نرسموها انطلاقا من النقاط تنتمي لمجموعة التعريف وتنديرو لهم الصور. أنا تنعاود هاد المعلومة هادي باش تستوعبو كيفاش نرسمو الميبيان انطلاقا من النقط اللي تيكونو في مجال التعريف ديال الدالة اف دو اكس وتنديرو لهم الصورة ديال هادوك النقط وتنحددوهم في الميبيان وتنلاقيو ما بين النقط تيعطيونا التمثيل الميبياني. وعاد تنديرو الفروع الجامية والمقاربات اللي هنا استنتجناهم من الليميتات والمقاربات وعاد تنرسموهم كيما تشوفو معنا هنا. وهذا هو الشكل النهائي ديال الدالة. وبارطاجيو باش كلشي يستافد. وكما تتعرفو الامتحان الوطني راه مبقالوش بزاف شي 4 شهور، يعني الإنسان اللي باغي يجيب مزيان خصو من دابا يبدا يراجع. وراه شي وحدين صيفطوا لي ميساجات متبلة في لي كومونتير وانا دابا درت لهم هاد الدالة حيت كانوا قالوا لي بالنسبة بغاو الدالة اللوغاريتمية هو بعدا مثال وطني ديال الدالة اللوغاريتمية وراني دققت الأمور بطريقة هائلة. بارطاجيو باش كلشي يستافد.